الكل بيتصدم لما بيشوف البنت الصغيرة عينيها فيها سن بتاع صيد السمك، وبيكونوا مش عارفين ازاي دخل في عينيها، بس اهم حاجة دلوقتي يقدروا يشيلوا الحديد دي عشان ما تخسرش عينيها. فبتقعد البنت على الكرسي وبتقص جزء الحديد اللي تحت عينيها عشان ما يحملش على عينيها، وبعد ما بيركزوا قوي على الإصابة بيقرروا ان هم ما يدخلوش في الحته الحساسة دي عشان الطفلة ما تخسرش عينيها، وبيقرروا يودوها المستشفى ويتعاملوا معاها هم بالطريقة الصح، وعشان عينيها كمان ما تقدرش اكتر من كده بيحطوا على عينيها الشاش عشان الشمس. بعد كده ست عجوزة بلغت البوليس ان في واحد غريب واقف قدام بيتها وعمال يبص عليها بقاله ساعات ومش بيتحرك، فبتبعت لها قوة على بيتها وبيدور عليه في كل حته ومش بيلاقوا حاجه. فالبوليس بيقول لها انت شكلك بتتخيلي. وبعد يومين البوليس بيتصل على الست العجوزة عشان يطمن في حاجه حصلت تاني ولا لا، بس بترد عليها حفيدتها وبتستغرب ان ستها كمان بتشوف نفس الراجل اللي هي بتشوفه كل يوم واقف قدام البيت، وبتلاقي كمان الراجل ده واقف قدام بيتها، ولما بتركز فيه وبيطلع ان هو جوزها القديم وجاي عشان ينتقم. وبيدخل البيت ومعاه السكينة وبيدور عليها في كل مكان، بس البنت بتكون مستخبية وبتطلع له وبتفضل تضرب فيه